هنبدأ فيلمنا مع مات اللي بيكون واقف في جنازة مراته ليز، وبيفضل قاعد في اوضته باصص لصورة السونار بتاعت مراته وهي حامل في بنته، وبيفتكر لما قرب موعد ولادتها وراحوا يتابعوا مع دكتور تاني جديد قبل ولادة مراته باسبوعين بسبب سفر دكتورها المفاجئ. بس الدكتورة بتقول لهم ان العملية لازم تتم قيصري وفي اقرب وقت ممكن، وبتجهز للولادة وبتتولد مادي. بس اول ما بتقوم ليز بتقع فجأة وبيجي لها الدكاترة علشان يطمنوا عليها، بس بيجي لها جلطة في الرئة وبتكون السبب في وفاتها. وفي جنازة ليز ما بيقدرش مات انه يتكلم او يقول اي حاجة عنها غير انه عنده استعداد يبدل اي حاجة في حياته بس تعيش يوم واحد تاني. وبعد كده كل العيلة بيروحوا بيت مات وبيكونوا واثقين انه مش هيقدر يربي طفلة صغيرة لوحده، وخصوصا ميرين حماته، وبيبدأ رحلة تربية بنته وبتبدأ تعيط في نص الليل بس ما بيبقاش عارف هي بتعيط ليه، وبينزل بيها علشان يحضر لها اللبن بتاعها. وبتكون امه وحماته بايتين معاه وبيدي مادي لوالدته علشان تاكلها، وبتقول له ميرين الاحسن انه يرجع بلده تاني اللي اتولد فيها علشان يوفر فلوس، وانه يسيب لها مادي علشان تربيها هي لانه مش هيقدر يهتم بيها. وبيقول لها انه ممكن يبقى صعب عليه بس هو اللي هيربيها، وبياخد بنته تاني وبيطلعوا يناموا. وتاني يوم بيقعد مات مع مايك حماه وبيقول له انه واثق فيه انه هينجح في تربيتها، وبيقول له ان قد ايه كانت ليز بتحبه، وبيشكره مات على مساندته ليه. وبتعدي فتره وبيروح مات شغله علشان يستأذن مديره انه يشتغل من البيت علشان يعرف يربي مادي، بس حتى مديره بيشك انه هينجح في تربيه بنته لانه اب مش ام ومش هيقدر يتحمل مسؤوليه بنته. بس مات بيقول له انه يقدر وهيستمر في تربيه بنته وهيكمل شغله اونلاين. وبيرجع البيت وبيسال حماته عن المده اللي هي هتقعدها معاه في البيت، وبتقول له 6 شهور لحد ما تتاكد انه بيعرف يهتم بحفيدتها كويس. بس بيعرض عليها انها تسيب بيته لما امه تمشي، وساعتها هيقول لها على كل حاجه بخصوص مادي وهيتصل بيها في اي وقت لو عايز منها حاجه. وبتوافق ميرين على كلامه بشرط انه لو فشل هي اللي هتربي مادي، وبيوافق على كلامها. وبيحاول انه يقفل عربيه الاطفال بتاعت مادي بس ما بيعرفش وبيتعصب، وبيقول على نفسه فشل وانه مش هيعرف يربي بنته زي ما ليز كانت بتتمنى. بس امه بتقول له انه لازم يتعلم الصبر ودايما يدور على الاحسن لبنته، وبتقفل العربيه بكل سهوله قدامه. وبيجي وقت ان حماته وامه يسيبوا البيت وكل واحده بترجع بيتها، وبتاكد ميرين عليه الاتفاق. بيرجع البيت وبيفضل يرقص وهو شايل مادي، وبيتعلم ازاي يشيل مادي، وبيركب كرسي الاطفال في عربيته وبيحاول انه يعيش حياته العاديه بس بيبقى صعب عليه. وبيبتدي ياخد بنته معاه ويروحوا شغله، وبياخدها معاه لما بيزور ليز. وبتفضل مادي تعيط وبيسهر معاها وبيتصل بوالدته يمكن تعرف سبب عياط، وبيفضل يغني لها بس ما بتبطلش عياط. وبيقرر انه لازم يروح مجموعات دعم الاباء واللي بتساعد في تربيه الاطفال والاهتمام بيهم، وبتكون كل المجموعه امهات. وبيترجاهم مات انه عايز مساعده لان بنته بتعيط طول اليوم ومش عارف السبب ولا عارف يسكتها ازاي. وبتقول له ام من الامهات ان ممكن يكون عندها مغص، فبيزعل مات وبيكون فاكر ان هو السبب. بس الام بتقول له ان ده بيكون سوء هضم مش اكتر، والطريقه اللي خلت بنتها تنام هي انها عملت دوشه حوالين الطفل. وبيجري مات انه يعمل دوشه فعلا، وبيجيب مكنسه وبيشغلها وفعلا بتسكت. وبيروح تاني يوم اجتماع في شغله وبيكون نايم في الاجتماع من كتر تعبه، وبيحاول انه يقوم علشان يعرض افكاره على العملاء الجدد. بس بيسمع صوت مادي وهي بتعيط وبيسيب الاجتماع علشان يروح لها، وبيحاول انه يهديها بدوشه المكنسه جنبها بس ما بتسكتش. وبيلاقي ان مديره والعملاء بتوعه خارجين وراه علشان يعرفوا سبب انسحابه من الاجتماع، وبيفهموا انه اب ومعاه بنته وكل واحد بيقدم مساعدته ليه، وبيقدروا كلهم انه يهدوها. وبيقدم افكاره بطريقه كويسه وبينجح في الاجتماع. بس مديره بيقول له ان شركته مكان للشغل مش للاطفال، فبيبدا مات انه يدور على جليسه اطفال تاخد بالها من بنته. وهو وخارج بيحاول مات انه يسهر مع جوردن بس ما بيرتاحش وهو سايب بنته مع واحده ما يعرفهاش، وبيرجع لها بسرعه علشان يهتم بيها. وتاني يوم بيلاقي ان ميريت جات علشان تروح مع دكتوره الاطفال بتاعه مادي اللي هو نسيبه، وبيطلع بسرعه يحضر مادي وبيتحرك على الدكتور. وبيكون مرعوب من تقرير الدكتوره، وبتقول له الدكتوره ان صحه مادي كويسه جدا وتغذيتها وطولها مناسبين وانه اهتم بيها كويس. وبتقول له ميرين انه يحضر نفسه للسفر علشان هيتم تعميد بنته من الكنيسه بتاعتهم. وبتكون اول مرحله لمادي وبيوصل مات بيت اهل مراته، بيفضل يفتكر ذكرياته مع ليز. طم ميرين انها تهتم ببنته لحد ما يخرج شويه ويسهر مع اصحابه، وبيسيبها وبيروح على بيت والدته علشان يرتاح عندها شويه. وبتتعمل حفله لمادي بمناسبه تعميدها، وبيفضل مات قاعد في اوضه ليز وماسك صورتها. وبتعدي السنين وبتكبر مادي وهي في بيت ابوها، وبيكون نجح في تربيتها والاهتمام بيها وبيجهزها للمدرسه. وبعدها بيقضي معاها كل الوقت اللي يقدر عليه، وبيروح حفله عيد ميلاد. وبيحاول اصحاب مات انه يقابل واحده عشان يتعرف عليها، وبيتعرف عليها وبيفضلوا يتكلموا شويه سوا. وبتخلص الحفله وبتروح مادي تاني يوم المدرسه بتاعتها بس بتتخانق مع زمايلها، وبيتم استدعاء مات للمدرسه. وبتشتكي المديره من مادي لانها عنيفه شويه، ده غير انها مش ملتزمه بالزي المدرسي ورافضه تلبس جيبه زي باقي البنات، وبتلبس دايما بنطلون زي الاولاد، وده لانها واخده مات قدوتها وما عندهاش ام تهتم بلبسها. بيخرج مات اخر اليوم علشان يقابل سون اللي اتعرف عليها وبيقضي معاها السهره، وبيكونوا معجبين ببعض. وبيقول لها ان حياتها ملك لبنته
علشان يهتم بيها ويربيها كويس. وبيخلص السهرة وبيرجع تاني البيت لبنته وبيتأسف لها عن تأخيره. وبيحاول مات إنه يقضي وقت أطول مع سوان على حساب بنته. وبياخدها مات تاني يوم علشان يخرجها في الملاهي. وفي نهاية الخروجة بيعرفها على سوان وبتقضي معاهم الوقت وبتحاول انها تتقرب من مادي وتخليها تحبها. وبيجي تاني يوم بتروح مادي المدرسه وبيطلع مات بعدها على سوان علشان يقضي معاها اليوم وبيقفل موبايله. بس المدرسه بتفضل ترن عليه بسبب ان مادي اتخبطت في دماغها وراحت على المستشفى. وبيترعب مات بعد ما بيعرف وبيجري على المستشفى وبيكون نفسه ياخدها ويمشي لانها نفس المستشفى اللي مراته ماتت فيها، بس ما بيعرفش علشان جرحها كان محتاج خياطه. وبيفضل جنبها لحد ما بياخدها البيت وبيحمل مات نفسه الذنب وانه اهمل في بنته بسبب علاقته مع سوان. وبيقول لها انه مش هيقدر يخسر بنته علشان حاجه هو عايزها، وكفايه انه وصل لبنته متاخر علشان يبقى جنبها وقت ما كانت محتاجاه عكس مراته اللي ملحقش يبقى جنبها. وبتسمع سوان الكلام اللي بيقوله وبتمشي. وبعد فتره بتجيله سفريه مهمه لكرواتيا وبيكون لازم يسافرها بامر من مديره، فبيودي مادي عند جدتها ميري. وبتكون مادي زعلانه بسبب انها ما بقتش تشوف سوان تاني وانها بقت صاحبتها وكانت بتحبها، ده غير انها ضيعت سلسله مامتها اللي بتكون معاها على طول. وبتقعد مادي في اوضه مامتها لما كانت صغيره وبتهتم ميرين بحفيدتها وبتلوم مات عن اللي حصل في المدرسه. وبيشدوا سوا لحد ما بيقرر انهم هيسيبوا البيت ويروحوا بيت والدته، بس مادي بترفض انها تنزل معاه لانها عايزه تقعد في اوضه امها وعايزه تعيش مع جدها وجدتها. وبتقول لوالدها انه عمره ما سمعها ولا اهتم باللي هي عايزاه، فبيضطر مات انه يوافق على كلامها وبيخليها تقعد مع جدها وجدتها. وبيروح يزور والدتها وبيقول لها ان مادي مبسوطه مع اهل ليز وانه هيسيبها تعيش معاهم. وبيشوفها وهي في منتهى السعاده وعيلتها كلها حواليها. وبيطلع يكلم مادي وهي نايمه وبيقول لها انه دايما بيدور على سعادتها، ومش معنى انه مش هيعيش مع ميرين يبقى هي كمان ما تعيش معاهم، وانه هيسيبها تعيش معاهم لانه بيدور على سعادتها. وتاني يوم بيودعها وبيرجع بيته من تاني وهو حزين. وبيروح تاني يوم شغله وبيطلبه المدير في مكتبه علشان يقول له انه اترقى ورشح مات يمسك مكانه. وبيبقى المدير مبسوط انه ما طردهوش من الشغل وانه يستاهل الترقيه وبيبارك له عليها. بيرجع البيت وهو مبسوط بس ما بيكونش في حد يحتفل معاه غير صحابه. وبيكون مفتقد بنته جدا. وبيجي الليل وما بيكونش عارف ينام وبيقوم يشغل المكنسه علشان ينام زي ما اتعود ساعه ما كان بيشغلها علشان مادي. وبيجي تاني يوم وبيقوم يروق البيت من لعب مادي وبيلاقي السلسله اللي ضاعت من مادي وبيحضر شنطته وبيطلع المطار هو وصاحبه اوسكار علشان يسافروا سوا. وبيفضل ماسك سلسله مادي في ايده وبيبقى كل حاجه حواليه بتفكره ببنته. وبيفتكر لما كان بيخرج معاها في الجنينه وكانت بتحب التماثيل الصغيره اللي هناك، ولما زار نفس التماثيل كمان لما مادي كبرت وكانت سوان معاهم. ولحظه ما مشت مادي لاول مره ساعه ما كان جوردن صاحبه معاه وقدرت انها تمشي قدامهم وكانوا مبسوطين. وساعه ما راحت حضانه وكان مش قادر يسيبها ولا يبعد عنها. ومره واحده بيقرر مات انه يسيب اوسكار ويسافر لوحده ويرجع لبنته فورا. وبيقول له اوسكار انه واثق فيه وفي شغله وبيسيبه وبيرجع على بيت حماته. وبتكون بنته فرحانه جدا انها شافته علشان كان وحشها وبيديها السلسله بتاعتها. وبتقول له مادي انها بتحبه جدا والمكان اللي هيبقى فيه هي هتحب تكون معاه برضه. وبياخدها وبيرجعوا بيتهم من تاني وبتودعهم ميرين وبتحضنه لاول مره وانه فعلا قد المسؤوليه. وبيكون مات في منتهى الراحه ان بنته جنبه وراجع معاه بيتهم. وبعدها بيروحوا سوا لبيت سوان علشان مات يعتذر لها عن اللي حصل وبيطلب منها تسامحه على تصرفه معاها. وبتوافق سوان تسامحه وبتكون مادي مبسوطه وسطهم. وبكده يبقى خلصنا فيلم النهارده. كان معاكم محمد نوبي.